يا صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. لو اول مره بتشوفينا، أنا اسمي منى احمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن. هنعمل مع بعض النهارده المخلل المشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص ومش هتاخد منك وقت. شايفين الجمال؟ المخلل بتاعنا بيتكلم عن نفسه، وان شاء الله باذن الله 10 ايام هتاكلي منه احلى مخلل. معانا بقى مخلل مشكل، معانا ليمون ومعانا فلفل حراق، والليمون انا هنا فتحاه اربع، يعني اسماء كده على اربعة علامة بالسكينة من فوق، ومعايا جزر ومقطع بالشكل ده ومغسول طبعا. والجزر انا مش مقشره، انا غسلاه كويس جدا ومقطعاه بالشكل ده بالقطاعه المشرشره. ومعانا كمان لفت، نفس الموضوع، غاسلين اللفت كويس جدا ومقطعينه. ومعانا فلفل حراق. تمام. عايزه تضيفي قرنبيط ضيفي، عايزه تضيفي اي حاجه تانية، بس الخيار مش هينضاف معاهم. تمام. معايا بقى هنا اهوت فلفل شطه مهروس. ومعانا الخلطه بتاعتنا عباره عن اللي هنحشي بيها الليمون، حبه البركه وعصفر. هناخد كل نوع من الخضار ده وهنحطه 30 ثانيه في ميه مغليه، وهنطلعه بالشكل ده. وهنكون بنجهز كل حاجه، هنجهز بقى الخلطه بتاعتنا، كل حاجه من دول حطيناهم 30 ثانيه في الميه المغليه. تمام. عندي بقى الخلطه بتاعتي هنا اهو. حطيت بقى الفلفل على العصفر وحبه البركه، وحطيت كمان معاهم معلقه كزبره، وحطيت كمان عصره ليمونه حلوه، وحطيت كمان معلقتين من الملح. وهنبدا بقى نحشي الخلطه الجميله الجباره دي كده. هنحشي بيها الليمون زي ما انتوا هتشوفوا كده. طبعا خلصنا كل الحشو. معلش انا بعتذر، الكاميرا ما كانتش مظبوطه على وانا بوريكم ازاي نحشي الليمون. تمام كده. هخلص كل الحشو بقى زي ما انتوا شايفين كده، وباقي الخلطه اللي اتبقى هنزل بيها هنا كده. شايفين الجمال؟ هنزل بيها على الخليط بتاعي او المخلل بتاعي المشكل، وهقلبه تقليبه كويسه كويس جدا. عندي ميه مغليه بقى. تمام. الميه بتاعتي تكون مغليه كويس. عندي بطرمان. على فكره الكميات يا جماعه انا ما حددتلكوش اي كميه انتوا هتعملوها. انا بالنسبه لي استخدمت كيلو من اللفت وربع من الجزر، نص ليمون، ربع فلفل حراق. تمام كده. هبدأ بقى احط الخلطة بتاعتي دي في البطرمان زي ما انتوا شايفين كده، عبيه حلو كويس. وطبعا بكون المية بتاعتي بتتغلي على البوتاجاز عشان ننزلها على الخلطة الجميلة دي او المخلل الجميل ده. وكل سنة وانتوا طيبين زي ما قلت لكم. ان شاء الله باذن الله نبقى مع بعض في رمضان في وصفات حلوة وحادقة باذن الله. استنوني. هبدأ بقى احط لتر من المية، عليهم 3 معالق كبار من الملح. تمام. ومعايا كمان معلقه كبيره من البابريكا. وهحط حوالي 3 معالق كبار، يعني اقل من ربع كوبايه خل، يعني نقول نخليها نص الربع خل. ونقلب كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بقى بالخليط الحلو ده على، او خليط الميه السخنه دي على المخلل بتاعي. زي ما هتشوفوني دلوقتي لازم اقلب كويس جدا واتاكد ان الملح ده 100%. وهبدا انزل زي ما انتوا هتشوفوا كده. تمام. ظبطنا بقى الخليط بتاعنا اهو. وهجيب بقى شنطه بلاستيك، كيس بلاستيك من اكياس التلاجة، او اي شنطه بلاستيك عندك تكون نضيفه. هحطها بقى بالشكل ده كده. وهبدا اجيب الغطاء بتاع البطرمان بتاعي. طبعا انا ما كانش عندي اكياس تلاجة، كان عندي الشنط العاديه. فهظبطها بقى كده دلوقتي، وهبدا اقفل البطرمان بتاعي بالغطا كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين اهو كده. تمام. قفلنا بقى عليه كويس وهنسيبه لمدة 10 ايام، وبعد كده هتفتحي تاكلي منه ان شاء الله باذن الله. دي حلقتي ليكم النهارده، حلقة بسيطة وخفيفة. عملنا مع بعض النهارده المخلل المشكل التحفه اللي قدامكم ده بطريقه سهله جدا وبسيطه. اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو بقى وعجبتك الوصفه وحسيتي ان انت استفدتي، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. ولو انت اول مره بتشوفيني، انا اسمي منى احمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن، ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.